السلام عليكم مدريد، واخيرا توقف الدولي وعدنا الى نادي ريال مدريد بعد التوقف الدولي. مباريات كثيره مستنيانا، اداء كثير من تشابي الونسو، تكتيكات، لعب ممتاز، ارتاحوا بدنيا لعدد كبير من اللعيبه، يعني وايضا اصابات جديده لنادي ريال مدريد ورجوع لاعبين كثيرين مثل الكسندر ارنولد وداني كارفاخال من الاصابه. خلينا نشوف ما الذي مع نادي ريال مدريد، وحنتكلم مع قبل المباراه اللي ستقام غدا، مباراه ختافي، وايضا حنتكلم عن المباريات الكبيره بتاعت القمه، مباريات بعد توقف الدولي وراحه بدنيه، ولكن ثلاث مباريات من نوع ثقيل: مباراه يوفنتوس بتاع دور الابطال، ومباراه الكلاسيكو، وايضا حتنتظرنا مباراه في نوفمبر بتاعت ليفربول. اول مره تشوفني على اليوتيوب، انا عباس كمال، هذه قناتك ريال مدريد. اشترك بالقناه لو ما مشتركوا، في زر الجرس ليصلكم اخر الاخبار عن النادي الملكي، ولا تنسى تضع لايك وتعلق بتعليق جميل. هلا مدريد دائما وابدا، وخلينا نبدا. السلام عليكم مدريستا. عاد كارفاخال وعاد الكسندر ارنولد ايضا، ولكن اصابه دين هاوسن وداني سيبايوس لاعبين ركائز اساسيه. كيف سيتعامل معهم تشابي الونسو في المباراه القادمه؟ الحلقه دي ما حلقه بتاعه المباراه القادمه، حلقه ما قبل الراحه بتاعه التوقف الدولي وما بعد الراحه البدنيه الذي اتى روحها عدد كبير من اللاعبين. عندنا عده اسماء عاوزين نعلق ونتكلم عليهم، بتاع ايهما افضل، من الانسب. عندك راول اسينسيو، هل حيكون ركائز اساسيه في المستقبل؟ عندنا ايضا مثل اردا جولير، وبجود بلينغهام لازم مصيره يتحسن في هذا الشهر وفي هذه المباريات الكبيره. وايضا ماذا عن بيدريكو فالفيردي؟ نقاط اساسيه مهمه جدا حتورينا مصير نادي ريال مدريد ومصير تشابي الونسو، ومن هذه النقاط ومن هذه الاسماء يا رفعوا نادي ريال مدريد في القمه من الافضل، يا حيودوا نادي ريال مدريد في مكان اخر. كيف سيتعامل معهم تشابي الونسو؟ خلينا اول حاجه اصابات بتاع داني سيبايوس ودين هاوسن. اصابات حتكون في الوقت هذا، بس اصابات ما طويله المدى. اللعيبه حتكون جاهزه بنسبه 100% في الكلاسيكو. وبالنسبه لرجوع الكسندر ارنولد وداني كارفاخال، رجعوا للعشب، لكن ما حنضمن 100% هل سيشاركوا المباراه القادمه، ولكن جاهزين 100% في مباريات يوفنتوس وفي مباريات الكلاسيكو بالتاكيد. ففي الحلقه دي زي ما قلت لكم في نقطتين اساسيتين: نقطه جود بلينغهام ونقطه اردا جولر. بالنسبه لجود بلينغهام، انا شايف انه من الضروري ومن اللازم انه جود بلينغهام ان يشارك في المباراه القادمه لاستعاده مستواه، وان يوظف تشابي الونسو بتوظيفه حقيقيه، بتوظيفه تناسب اللاعب وتناسب الامكانيات اللي بيقدر يقدمها. وبالنسبه لاردا جولر ايضا، اردا جولر شفناه انه بيقدم لنا في تمريرات بينيه، تمريرات روعه، لاعب ممتاز جدا في الهجوم. ولكن لما تشوف انه جود بلينغهام، لو رايت انه جود بلينغهام يلعب في كخلف المهاجمين، او يلعب يعني يساهم مساهمته الهجوميه اللي عملها في 2024. الحاجه اللي عاوزينها من جود بلينغهام في الوقت الحالي فتحه اليدين، الابداع العمل في 2024 كله على راسه بنحبه، لكن جود بلينغهام لازم ينسى الريتم العالي اللي كان بيعمل في الهجوم، الراسيات، لعب تسديدات، انه يدخل منطقه الجزاء كثير. مع وجود حاليا جود بلينغهام والتالق بتاع اللعيبه وقوه نادي ريال مدريد الهجوميه اللي بيجي يمتلكها في الوقت الحالي، فنحن لا نحتاج جود بلينغهام كهجوميا بهذه القوه التي قدمها لنا 2024. نعم، من الممكن ان يكون لاعب يا اما هو او اردا جولر. تشابي الونسو لازم يحسم مصير هذين اللاعبين، ايهما يكون خلف مبابي فينيسيوس، وايهما سيكون لاعب المحور اللي حيطلع عليك بالكوره. الاثنين عاوزين شغل والاثنين مميزين. الاقرب انا شايف انه جود بلينغهام يطلع عليك بالكوره. شوف، جود بلينغهام لازم ينسى قصته انه يكون كلاعب ممتاز كراس حربه، ينقلب راس حربه. حاليا مع وجود امبابي زي ما قلت انه لاعب حاليا خلاص ما محتاجين للاداء ده. لكن جود بلينغهام لو ما جيت مسكت اللاعب يكون لك بديل لتوني كروس، وحاجه هي مستحيله. لكن لما تمسك اللاعب امكانيه الخروج بالكوره للتحكم بتاعه، انا شايف انه ممتاز جدا. اول حاجه انا بحب اللاعب اللي ما بيخسر الكوره بسهوله، ومنطقه خط الوسط منطقه حساسه جدا. وراينا اردا جولير في كثير من المباريات سهل جدا انك تستخلص منه الكره، وهو دائما بيغلط في انه يرجع للكره في الخلف. رايناه في كثير من الهجمات، وبسببها في اتى هدف كان بالنسبه لنادي ريال مدريد. جود بلينغهام لا، ما من اللعيبه زي دي. جود بلينغهام يقاتل لحد ما يكسب قطع، نفس تشاوميني، موضوع تشاوميني. فجود بلينغهام عنده امكانيه عاليه انه يسيطر على الكره ويدور حول نفسه مثل ما يفعل بيدري. جود بلينغهام عنده امكانيه انه يكون افضل من بيدري لو اقتنع بانه ما يكون مساهم كبير في الثلث الاخير في الهجوم. وايضا راينا اردا جولير كهجوميا لاعب ممتاز جدا في التمريرات القصيره، تمريرات بينيه، في الازدحاميات،
في الرأسيات في العرضيات لاعب ممتاز حيفيد نادي ريال مدريد. بيعمل في تناغم ممتاز جدا هو كيليان امبابي كأنه مسعود أوزيل التركي وكريستيانو رونالدو البرتغالي. حاليا بنشوف أردا جولير التركي وكيليان امبابي الفرنسي. تناغم من ما اتى تشابي الونسو الى نادي ريال مدريد خاتي هذا الثنائي في راسه، خاتي انه كيف سيلعب مع تشابي الونسو. لكن اردا جولر في كثير من المباريات الكبيره باريس سان جيرمان اتلتيكو لم نراه ابدا ما بيقدم اداء يعني كان اداء خرافي بيقدمه ضد الفرق حاليا عاديه. مع احترامي لاردا جولر، اردا جولر الحاجه الوحيده اللي هو عاوزها واللي هي عاوز شغل عليها هي البدنيه، انه ما يخسر الكوره، انه يكون شرس، التحامات يفوز في الالتحام، يفوز في التدخلات. لو بقى قوي في هذا الجهه حيكون من افضل اللاعبين في الوقت الحالي، حيكون لاعب ممتاز وجبار جدا، وهو من اللاعبين الممتازين جدا في التمريرات، دقه تمريراته بتاعت عاليه جدا. لما تيجي تشوف تعكس القصه مثلا تخلي اردا جولير كلاعب محور وجود بلينغهام كخلف المهاجمين، جود بلينغهام ما حد يقدر يتكلم عنه، حيكون في الطب ممتاز جدا تسديداته، وحيفيدك في نقطه ثانيه وهو الراسيات. ما عندك لاعب بيضرب راسيات في الوقت الحالي غير جود بلينغهام. لعبت ضد فريق قوي تكتل دفاعي عاوز الراسيات، الكسندر ارنولد بيديك عرضيات كروس ممتازه جدا، جود بلينغهام بيقدر يترجمها كهدف. ولما تشوف اردا جولير تمريرات بينيه خروج بالكوره حيكون ممتاز، لكن فاشل جدا في الاحتفاظ بالكوره، فاشل جدا في الاحتفاظ بالكوره. يعني الاثنين عندهم نواقص، ان الحاجه الناقصه عند جود بلينغهام موجوده عند اردا جولير، والحاجه الناقصه عند اردا جولير موجوده عند جود بلينغهام. تشابي الونسو لازم يحدد في الايام المقبله، وانا شايف التحديد والاسلوب لازم يوضح لنا في المباراه القادمه. المباراه القادمه ما كنتيجه فقط، عاوزين كاداء، عاوزين كلعيبه، ده حيكون في اي منطقه، ده حيكون في اي مكان. وجود بلينغهام لازم يكون موجود في التشكيله الاساسيه في المباراه القادمه. ده كان عن الثنائي جود بلينغهام و اردا جولير. لازم تتم التناغم بتاعهم. ده لو تشابي الونسو مقرر انه الاثنين يفضلوا في التشكيله، انا شايف عادي جدا انه الاثنين يكونوا في التشكيله. ولكن لما تيجي تشوف كفيدريكو فالفيردي، ماذا لو فيدريكو فالفيردي بقى ظهيرا ايمن؟ ما رايك يا مدريديستا؟ كيف يعني؟ شوف فيدريكو فالفيردي انا شايفه كهجوميا بيكسح الميدان، كدفاعيا بدمر الملعب، لاعب اتجاه واحد، تخط هنا بيكسر، تخط هنا بيضرب، لاعب ممتاز، قوات بدنيه، شراسه، لديه روح وجرينتا، وهي دي من افضل الحاجات اللي بتميز اللعيبه عن اللعيبه الباقي، الجرينتا والروح داخل ارضيه الملعب اللي بتخلي اللاعب القاتل لاخر نفس. وحتى لو خسرانين 4-0 وهو بيلعب بكامل البدنيه بتاعته، بكامل الامكانيات التكتيكيه اللي هو اللي بيمتلكها اللاعب. هذا هو فيدريكو فالفيردي. فلما تيجي تشوف القصه حيكون من افضل اللعيبه اكيد في مركز الظهير الايمن، من ممكن ان يدخل التاريخ بهذا المركز. لاعب ممتاز جدا، لكن انا شايفه كي يلعب ظهير ايمن ظلم للاعب. لاعب انا مركزي كخط وسط، لعبت في كل مكان، فريق كان قصيو، انا لاعب كوره، فنحن لازم نعاين للاعب. انا لاعب كوره طموحي، طلعت بجيت كذا كذا كذا، لكن يجي من وقت والاوقات اغلب القصه دي الا الى تشابي الونسو او يقتنع. والحاجه دي ان احنا بنشوفها، لا نادي ريال مدريد ما حيعتمد ولا حيشوف انه كلام زي ده صحيح لوجود الكسندر ارنولد، الا لو في اتفاق حصل بين الكسندر ارنولد، فيدريكو فالفيردي، تشابي الونسو، وايضا فلورنتينو بيريز عليه تاثير وله كلمه. لو في حصل تاثير في الكلام ده، قلت لك فيدريكو فالفيردي بقى كظهير ايمن حقيقي في الكابتن ولاعب شرس جدا، والكسندر ارنولد بقى كلاعب خط وسط عادي جدا. الكسندر ارنولد بيقدر يفضل لك كلاعب خط وسط، يضرب لك تمريرات طويله فقط هجوميا، وكلاس ثابته، ركنيات، تمسك الحاجات دي كلها. الكسندر ارنولد ممتاز جدا، انا قاعد اشوفه في بعض الاحيان فبيكون كلاعب خط وسط. الكوره لو اتلعبت 3-4-3 هو حيكون في خط الوسط، لانه هو هجوميا من الافضل الاصهر في العالم في الوقت الحالي. ولكن انا شايف انه لا، الكسندر ارنولد يكون في مكانه، وفي المقدمه طوالي يكون عندك فيدريكو فالفيردي، وتشاوميني حيكون لك الارتكاز. يعني انا شايف من المختصر، انا شايف تشابي الونسو لو عمل خط وسط نفسي بتاع زين الدين زيدان حيكون من الافضل، حيكون قوه كاربع لعيبه في خط الوسط ومهاجمين فقط واربع مدافعين، حتكون خطه رائعه جدا. مثل الخطه تكون نفسي اردا جولير يكون في خانه اسكو او جود بلينغهام، واحد فيهم زي ما قلت لك لحد الان حاجات ما واضحه. وعندك فيدريكو فالفيردي استلم مكان بتاع لوكا مودريتش، وجود بلينغهام استلم المكانه بتاعه
توني كروس وتشوميني يستلم مكانة كاسيميرو. ارتكاز 2 محور سي ام، 1 وسط هجومي يهاجم وطلع بالكورة، واللاعب ده هيكون ممتاز جدا. لو لقيت جود بلينغهام مكان توني كروس كلاعب محور وطلع لك بالكورة، فحتحصل منافسة شرسة وقوية جدا من 3 لعيبة: أردا جولير، إبراهيم دياز، وماستانتونو. نعم حيكون في منافسة، لأنه الاثنين ال3 لعيبة دي خلف المهاجمين ممتازين جدا، قوات هجومية رائعة، مراوغات. أردا جولير بيمتاز بالتمريرات، بينما ماستانتونو بيمتاز بالتوازن بين الدفاع والهجوم والقوة البدنية. وابراهيم دياز بيمتاز بالمراوغة. نعم ماستانتونو يمتلك مراوغة، لكن أنا شايف مراوغة إبراهيم دياز في المساحات الضيقة لحد الآن إبراهيم دياز ممتاز، أفضل في كثير من المباريات، في كثير من اللقطات ماستانتونو 1 على 1 الكرة بتنقطع منه، ولكن في بعض الأحيان بيراوغ. لكن إبراهيم دياز تناغم ممتاز جدا مع فينيسيوس وكيليان مبابي، لاعب ما طماع، بيمرر حتى بيحرم نفسه من هدف وبيمرر لكيليان مبابي عشان يسجل هاتريك أو هدف، أو حتى لفينيسيوس جونيور. لكن ماستانتونو لاعب جديد، من ممكن أن يقول لا أنا عاوز أصنع تاريخ، عاوز أسجل، عاوز أفعل. لكن إبراهيم دياز برضه حيكون كمنافس في هذه الخانة، وايضا رودريجو حيقوم ينافس فينيسيوس وفي هذه الاماكن. كانت لقطات سريعه، عاوزين نشوف الخطط والافعال دي في المباريات القادمه، في الكلاسيكو وفي مباراه يوفنتوس. والريال بالخطه دي وبالاداء ده حينجح بنسبه 100%، ومتاكد انه تشابي الونسو حيلعب بالخطه دي وبالكلام اللي انا بتكلم فيه حاليا. فوصلت لهنا، اكيد عجبك اشتراكك ولايكك الجميل، وعلق لي تعليق جميل. هلا مدريد دائما وابدا، والسلام عليكم.